السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية حلم هجوم الكلب في المنام. رؤية هجوم الكلب في المنام بتدل على مواجهة صاحب الرؤية لكثير من المحن والمشاكل، وخصوصا بسبب كثرة أعدائه، وسيعمل دائما على تجاوز أعمالهم ومحاولة الاحتماء منهم حتى يتجنب تأثيرهم عليه بالسوء. بيدل هجوم الكلاب في حلم الرائي على تعرضه إلى ضربات متتالية من أعدائه، مما يؤثر على حالته المادية والمعنوية بشكل سلبي. لذا عليه الحذر من جميع الأشخاص اللي من حوله لتقليل الخسائر. يدل هجوم الكلب على شخص في المنام على قوة العدو المهاجم، وزيادة عدد الكلاب في الحلم بتدل على زيادة الأعداء. التعرض إلى هجوم الكلب في المنام بيدل على تعرض صاحب الرؤية إلى ضرر محقق، لأن رؤية الكلب في المنام عموما بتعبر عن نية أحد الأشخاص الذين يتظاهرون بالطيبة والقرب إلى القيام بأفعال سيئة بكل خبث وخيانة. وإذا استطاع الكلب الهجوم على الشخص في المنام بيدل على تمكن العدو من صاحب الرؤية. حينما ترى أو تسمع هجوم الكلب في المنام أو نباح الكلب في الحلم للبنت العزباء، هذه الرؤية بتدل على أن هناك شخص قريب منها مخادع وماكر ومنافق يريد أن يأذيها. أما حراسة الكلب لها في المنام فهذه رؤية بتدل على وجود شخص صالح في حياة هذه البنت. ورؤية الكلب بالنسبة للبنت العزباء بصفة عامة بتدل على أشخاص سيئين حولها، فينبغي أن تتنبه لأن هذه الرؤية رؤية تحذيرية. أما بالنسبة للمرأة المتزوجة، رؤية هجوم الكلاب عليها بيدل على عدم الأمان مع الزوج. نباح الكلب في الحلم للمرأة المتزوجة بتدل على الاضطرابات النفسية والقلق والتوتر التي تعيش فيه بسبب بعض أمور معينة في حياتها. أما بالنسبة للرجل، رؤية هجوم الكلب في الحلم بيدل على تعرضه للخيانة، ربما بيدل على مصائب كبيرة سوف تحدث له. وقيل ربما بتدل هذه الرؤية للرجل المتزوج أو الشاب الأعزب على الذنوب والمعاصي التي يرتكبها، فهذه برضو رؤية تحذيرية ينبغي أن ينتبه لها. أما رؤية الهروب من هجوم الكلب في الحلم، من يرى أنه يهرب من الكلاب في المنام ذلك يعني أنه سيتعرض إلى ضرر وإهانة من قبل أشخاص كان يثق بهم ثقة عمياء، ولكنه سيمر بفترة محزنة جدا. رؤية التعرض لجرح بسبب هجوم الكلب في الحلم يعني استطاعة العدو على الانتصار، وهزيمة صاحب الرؤية هزيمة ساحقة، وسيعرض الرائي إلى الفتن السيئة بسببه. بالنسبة إلى نبح الكلب في المنام وعدم هجومه، فهذا بيدل على عدم استطاعة أعداء إلحاق الأذى بصاحب الرؤية، فهم يستطيعون التحدث من وراء ظهره فقط وإحداث الفتن عندما يكون غائب. رؤية الكلب يلحقك بتدل على وجود أحد الأصدقاء الذي تتعامل معه دائما ويأكل ويشرب معك، ولكنه في الحقيقة عدو كبير. رؤية الكلب وراءك في المنام بيدل على وجود أحد الأشخاص الذي ينظر إلى صاحب الرؤية نظرة سيئة بها الكثير من الحقد والحسد، وسرعان ما يظهر في الساحة ويلحق به أذى كبير، ولذلك يتوجب على صاحب الرؤية توخي الحذر أثناء التعامل مع الأشخاص ممن حوله. رؤية هجوم الكلاب السوداء في الحلم قد يكون دليل على الفزع والرعب من الحياة. هجوم الكلب الأسود في المنام بيعني أن هناك بعض المشاكل والأمور الغير جيدة التي تهاجم الشخص، دليل على الأذى الشديد التي يتعرض له الشخص في حياته بشكل عام. رؤية هجوم الكلب الأبيض في الحلم فقد يعني هذا أن الرجل الذي يحلم بهذا قد يقود أهله إلى الخير ويكون هو المتحكم الأول في حياة من حوله. أما رؤية هجوم الكلب الأليف في الحلم بيدل على أن هناك عدو تافه لا يبقى على عهد أو أمان، بل يدل على الضرر القليل الذي يلحق بالشخص الذي يرى الكلاب الأليفة. رؤية الكلاب المسعورة التي تسبب الأذى والقلق للشخص الرائي بيكون دليل على أن هناك أذى وبطش من الأعداء ممن حوله. رؤية عضة الكلب في المنام، رؤية الشخص بأن هناك كلب يقوم بعضه في المنام قد يكون دليل على أن الشخص سيصاب بمرض يرهق جسده ويعرضه إلى التعب والإرهاق المستمر، ويتعرض إلى فقدان مكانة عالية يتواجد فيها، ويفقد سلطانه في حياته وقدرته في السيطرة على حياته بشكل عام. بتشير رؤية عضة الكلب في المنام إلى التعرض إلى أذى كبير من جهة أحد أفراد العائلة أو أحد الأشخاص المقربين. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.